بعد ما شرحنا الفيديو الاولاني وعرفنا خطوات البي ال اس، وقفنا عند اخر خطوه او رابع خطوه في البيزك لايف سبورت اللي هي بنعمل تشيك للبالس والبريسنج، وعرفنا ان التالت احتمال ان لو ما عنديش بالس ولا عندي بريسنج هشتغل حاجه اسمها سي بي ار او كارديو بالمونري ريسستيشن. فلو ده اول فيديو تشوفه في القناه هنا، روح شوف الفيديو الاولاني الاول وبعدين ارجع كمل الفيديو ده عشان تبقى فاهم الموضوع. طيب سي بي ار بقى يعني ايه؟ قبل ما اقول لك بيتعمل ازاي عايز اعرفك هي الحركه دي اصلا بتعمل ايه. الراجل ده زي ما اتفقنا اللي وقع على الارض ده وكان عنده كاردياك اريست، القلب واقف والرئه واقفه، فاحنا اخترعوا حاجه ان احنا نشغل او نعمل انعاش للقلب وانعاش للرئه. طب انعاش للقلب يعني ايه؟ هعملها بحاجه اسمها شيست كومبريشن. يبقى السي بي ار ده الشيست كومبريشن هي جزء منه. طيب الشيست كومبريشن دي بعملها علشان اعمل انعاش للقلب. ازاي؟ القلب عندي وعندك هو شغال بيعمل سيستول ودايستول، يعمل انقباض وانبساط بالمنظر ده. طب لما يقف حصل له كاردياك اريست والراجل وقع والقلب وقف كده، فاحنا بدل ما كان القلب عندي وعندك شغال اوتوماتيك فالقلب وقف، احنا عايزين نشغل القلب بس بشكل مانوال. يعني ايه مانوال؟ يعني لو الراجل نايم والقلب واقف كده، فاحنا عايزين ننزل عليه من فوق بحيث ان احنا نضغط عليه يخليه يعمل سيستول يطلع الدم اللي جواه، وبعدين نشيل الضغط ده عشان يعمل ديستول، وهكذا. فالشيست كومبريشن هي بتعمل انعاش للقلب ولكن بشكل يدوي. علشان بقى اعمل الموضوع ده كويس لازم ابقى فاهم البوزيشن بتاع الشيست كومبريشن صح، لان انا عايز اشغل القلب. ومش بس البوزيشن بتاعي يكون صح، لا ده في حاجه اسمها هاي كواليتي سي بي ار. ازاي اعمل بوزيشن وازاي النزله بتاعتي تبقى تمام عشان فعلا اشغل القلب. ليه بقول الكلام ده؟ لان للاسف السي بي ار سمعته عندنا مش حلوه قوي. بمعنى ايه؟ ان انت لو عرفت ان في حاله الاستاف اشتغل عليها سي بي ار، غالبا كده بيجي في دماغك ان الحاله دي مش هترجع. ليه؟ لان مش كتير قوي الحالات اللي بنشتغل عليها سي بي ار بترد تاني او بترجع نورمال سيركيوليشن تاني. هل ده بسبب السي بي ار؟ لا، بسبب ان احنا ما عندناش معلومات الى حد ما قوي في السي بي ار، فبالتالي يا اما بنشتغله غلط يا اما مش عارفين اهميته، بنشتغله تقضيه واجب يعني، وده مش صح. وللاسف زي ما قلنا في ناس كتير قوي متخرجه وفاكره ان هي بتعمل سي بي ار صح، او بتقلد حركه معينه شافت حد شغال عليها قبل كده. فقبل ما اشرحه لازم تبقى فاهم ان فعلا السي بي ار من اهم الحاجات اللي انت لازم تتعلمها لو كنت في المجال الطبي. فحاول دلوقتي تركز معايا عشان تعرف تستوعبه صح وتشتغل سي بي ار صح على الحاله. طيب خلاص اعمله بقى ازاي؟ طيب اولا في الشيست كومبريشن انا دلوقتي بحط انهي جزء من ايدي على انهي جزء من المريض؟ بحط الهيل مش البالم، مش راحه ايدي. خلاص يبقى الجزء ده هو اللي بحطه على المريض. طب اي جزء من المريض بحط الهيل ده عليه؟ اولا بترسم خط وهمي من عند القصبه الهوائيه كده او من الميد لاين ده لحد بالعرض التو نيبلز. نقطه التقاء الخط ده مع الخط ده هي دي النقطه اللي انت بتحط ايدك عليها. طب الراجل لابس هدومه او اوبيز او ايا كان مش قادر احدد الخط اللي بين التو نيبلز او حلمتي الصدر، يبقى اخر تلت من عظمه القص او الاسترنم هو ده اللي بحط ايدي عليه. طيب كده عرفت ده على ده. طب احط اليمين ولا الشمال؟ هو المفروض تحط النون دومينانت، يعني انت لو بتاكل باليمين تحط الشمال الاول بعد كده فوقيها اليمين، ولكن على حسب تحكمك انت. فبتحط الشمال وبعد كده اليمين وبعدين تشبكهم في بعض وترفعها بالمنظر ده. ليه؟ علشان يبقى الهيل هي اللي لامسه العيان. حطيت كده بعد كده ايه؟ الكوع لازم يبقى مفرود، ما يبقاش تشتغل سي بي ار وكوعك متني، لا لازم يكون مفرود. طيب هنطلع بعد كده على الكتف. البوزيشن بتاعه الصح لازم يكون عمودي على ايدك. ممكن ابقى انا فارد كوعي وحاطط الهيل عادي ولكن كوعي بعيد، لا لازم يبقى بريبنديكولار، يعني 90 درجه عمودي على ايدي بالمنظر ده. حتى بيسموها هارت تو هارت بوزيشن، قلبك على قلب المريض يعني. وفي حاجه هي غير علميه يعني بس ممكن تفتكر بيها، ان انت بتتخيل ان المريض ده عباره عن سور بلكونه وانت واقف عليه وبتبص على الناس من فوق. هي حاجه مش علميه بس صدقني لو تخيلت الموقف ده هتطلع البوزيشن صح قوي. طيب دلوقتي انا البوزيشن بتاعي اهو، المفروض ايه اللي هينزل؟ هل كتفي اللي هينزل على المريض ولا الجذع بتاعي كل الترانك؟ لا الترانك هو اللي بينزل على المريض مش الكتف. يعني ممكن واحد يبقى البوزيشن بتاعه صح ولكن الكتف بس هو اللي بينزل، لا انا لازم الجذع كله هو اللي بينزل على المريض. ده انا عايز احرك القلب ده فوقيه الاسترنم وتحتيه الفرتبرال كولوم، عايز اشغله، فلازم النزله اكون متحكم فيها وانزل بشكل صحيح. يبقى ده هو البوزيشن بتاعي. طيب هل لو انا عملت البوزيشن انا كده عملت سي بي ار صح؟ لا، في حاجه اسمها هاي كواليتي سي بي ار، يعني بجوده عاليه. الكلام ده على هيئه خطوات هشرحها لك كده بصوره مبسطه. اول حاجه فيها انا ممكن اعمل بوزيشن صح ولكن انزل بالمنظر ده
بالراحه قوي كده، او انزل نزله اكسر فيها ضلع. يبقى ايه الصح بعد ما اعمل البوزيشن بتاعي؟ النزله نفسها بنزل قد ايه؟ بنزل حوالي 5 ل 6 سم، يعني حوالي تلت الدايمتر بتاع الشيست. طب دي انا هل هجيب مسطره واقيس؟ لا، هي بتيجي مع الممارسه. طيب حلو، انا ممكن اعمل البوزيشن بتاعي صح وانزل 5 سم عادي، ولكن انزلهم بالمنظر ده، 1 2، ده غلط. او ممكن انزل بسرعه كبيره جدا. يبقى لازم اظبط الريت اللي بنزل بيه. طب الريت او المعدل اللي بنزل بيه ده قد ايه؟ حوالي لو حسبنا دقيقه، انك تعمل في الدقيقه دي من 100 ل 120 شيست كومبريشن، ده المعدل اللي بتمشي عليه. بس انت ما بتعملش دقيقه ولا بتعمل 100 ل 120، انت بتعمل بس هنقول 30. بعد كده بتنزل نازله او بتنزل شيست كومبريشن 30، ولكن بتنزل ال 30 بالمعدل اللي لو عملت شيست كومبريشن لمده دقيقه تعمل من 100 ل 120. عربيه ماشيه بسرعه 100 كم في الساعه، يعني ايه؟ يعني لو مشيت بنفس السرعه اللي هي ماشيه عليها دي، بعد ساعه هتقطع 100 كم. انت نفس الكلام، انت بتعمل شيست كومبريشن بسرعه 100 ل 120 في الدقيقه. يعني ايه؟ يعني لو عملت شيست كومبريشن بنفس السرعه دي، بعد دقيقه هتعمل 100 ل 120. فبالسرعه اللي انت بتعمل بيها دي بقى اعمل بيها 30 بس، يا رب تكون وصلت يعني. طب السرعه دي بقى هعرفها منين؟ برضه بالممارسه، او ان حد يكون واقف جنبك بيعلمك يقول لا قلل شويه، زود شويه، وهكذا. طب الحاجه اللي بعدها، ممكن اعمل البوزيشن بتاعي يكون صح، النزله تكون 5 سم، المعدل السرعه اعمل بيها 30 كومبريشن صح. انا ممكن اعمل كل ده صح، ولكن في حاجه مهمه قوي لازم تكون عارفها. خلي بالك، القلب واقف فوقيه الاسترنم وتحتيه الفرتبرال كولوم. احنا بننزل عليه من فوق علشان نعمل ايه؟ نعمل له سكويز، نعصره، علشان لما نعمل سكويز هيطلع الدم اللي فيه، يعمل برفيوجن للقلب وللبرين عشان الراجل يعيش. طيب بعد ما انزل لازم اسيبه يريكويل تاني، اسيبه يطلع للبوزيشن بتاعه الطبيعي. ليه؟ عشان يستقبل الدم، يعمل نيجاتيف بريشر، يشفط الدم تاني، عشان لما تيجي تنزل عليه يروح مطلع الدم، تيجي تسيبه يشفط الدم ويطلع الدم، وهكذا. ففي ناس ساعات للاسف بتعمل شيست كومبريشن، تضغط وبعدين ما تسيبوش يطلع للاخر، تضغط عليه كده وبعدين تسيبه للنص. لا، لازم تطلع للاخر. قال له كومبليت شيست ريكويل، لازم تخلي القلب ياخد الريكويل او الامتداد بتاعه الكامل عشان يستوعب لك الدم، عشان لما تنزل عليه النزله اللي بعدها تضخ دم. انت لو نزلت عليه وطلعت نص طلعه بس ونزلت تاني، هو في النص طلعه دي ما لحقش اصلا يستوعب الدم، فانت لما تنزل عليه مره كمان مش هيطلع لك حاجه. فدي نقطه مهمه قوي. قال له كومبليت شيست ريكويل، تنزل النزله تطلع للاخر، ما تطلعش نص طلعه بس. وفي نفس الوقت وانت بتطلع للاخر ما تشيلش ايدك من على الجزء اللي انت حطيته على الشيست بتاع العيان، لا، انزل واطلع للاخر بس ايدك ثابته على الشيست، عشان ما تفضلش تروح وتتحرك من مكان لمكان وتغير البوزيشن بتاع ايدك. دي نقطه مهمه خلي بالك منها. الحاجه اللي بعد كده، احنا بنعمل 30 شيست كومبريشن، ولكن على قد ما نقدر بنحاول نقلل الانتربشن او المقاطعات اللي ملهاش لازمه، عشان احنا عايزين ال30 ورا بعض، عشان البرفيوجن او الارواء اللي بيطلع عشان يبقى السرفايفل ريت بتاعه اعلى. فحاول قد ما تقدر ال30 يبقوا ورا بعض، ما يحصلش اي انتربشن. في حاجه كمان مهمه قوي قوي قوي، ان احنا بنافويد حاجه اسمها اكسسيف فنتيليشن. يعني ايه؟ يعني احنا هنشتغل 30 شيست كومبريشن بنعمل بيهم انعاش للقلب، وبعد كده هنفتح مجرى الهواء وندي نفسين للعيان بالباك فالف ماسك او ماوس تو ماوس بريس، ايا كان انت في المستشفى او في الشارع. بس المهم هنا دي اسمها سايكل 30 و2، 30 شيست كومبريشن ل2 بريسز. في نقطه في الهاي كواليتي سي بي ار بتقول لك ما تزودش عدد الانفاس عن 2 بريسز. يعني ايه لما اديله 5 6 انفاس؟ ليه هنا بيقول لي افويد اكسسيف فنتيليشن؟ ايه علاقه الانفاس ان انا ازود عدد الانفاس بالشيست كومبريشن والقلب؟ ليه الزياده في الانفاس هتقلل كفاءه الشيست كومبريشن؟ لان ببساطه شديده جدا انا عندي هنا ضغط اسمه الانترا ثوراسيك بريشر. الانترا ثوراسيك بريشر ده لو زاد بسبب عدد الانفاس الزياده هيضغط على السوبيريور فينا كافا والانفيريور فينا كافا، اللي هم بيجمعوا الدم من الجسم كله يودوه للقلب، عشان القلب ياخده يطلعه بره الاورطه ويوديه للاعضاء الحيويه. فبالتالي انا لو زودت عدد الانفاس هزود الانترا ثوراسيك بريشر، هيضغط على الاورده المفروض بترجع الدم للقلب، فبالتالي لما ينضغط عليها الدم اللي هيرجع هيبقى قليل، وبالتالي الدم اللي هيخرج من القلب
وانا بعمل شيست كومبريشن هيبقى قليل. يبقى لو انا اديت انفاس كتير، لما اجي اعمل شيست كومبريشن بعدها الدم اللي هيخرج من القلب ساعتها هيبقى قليل، فكده اثر لي على الشيست كومبريشن. فباختصار انفاس كتير العيان هتزود الانترا ثوراسيك بريشر، بالتالي تقلل الفينوس ريتيرن او الدم اللي راجع للقلب من السوبيريور انفيريور فينا جافا، بالتالي الدم اللي خارج من القلب هيبقى قليل. كده السي بي ار كبوزيشن، وازاي تعمل هاي كواليتي سي بي ار، وده المعدل والريت بتاعه الصحيح. فالسي بي ار عملنا شيست كومبريشن لمده 30، وبعد كده فتحنا الاير واي عن طريق هيلتل تشيل ليفت او جو ثراست، وادينا 2 بريسز. ال 30 وال2 دي بيسموها 1 سايكل، احنا بنعمل 5 سايكل، يعني 5 30 في 2. بعد ما اعمل ال 5 30 في 2 او الخمسه سايكل دول، برجع تاني اعمل اسسمنت للبلس والبريسنج. جايز اللي انا عملته ده خلى المريض البلس يرجع او البريسنج يرجع ايا كان، فلازم اعمل اسسمنت تاني. كده احنا خلصنا السي بي ار. فاضل نقطه بقى اخيره في البيزك لايف سبورت، الا وهي ان احنا بنوصل الاوتوميتد اكسترنال ديفيبريليشن او جهاز الصدمات الاوتوماتيك اللي انت بتشوفه في الافلام. نفس الموضوع بالظبط، ولكن ده المانوال، احنا اللي بنشوف من خلاله الريزم بتاع العيان وبنظبطه وبنوصل وبنشحن بيه وبنكهرب بيه العيان. عشان البيزك لايف سبورت ممكن يبقى خارج المستشفى وناس مش في المجال الطبي ممكن تتعامل مع المريض، فعملنا نفس الفكره بتاع الجهاز الصدمات اللي في المستشفى ده، ولكن زيه اوتوميتد، هو بيشتغل لوحده بحاجات معينه هقول لك عليها. ولكن قبل ما اقول لك بيشتغل ازاي، لازم الاول تفهم فكره جهاز الصدمات ده بيشتغل ايه او ايه لازمته اصلا. دلوقتي الراجل اللي وقع وعنده كاردياك ارست ده في المستشفى او في الشارع، انا ما اعرفش هو وقع او عنده كاردياك ارست نتيجه ايه بالظبط، لان اسباب توقف عضله القلب كتير. على سبيل المثال ممكن حاجه اسمها الاريزميا او الديسريزميا، او اختلال معين في كهربيه القلب ممكن تؤدي للعيان ده يحصل له كاردياك ارست. طب الاريزميا ببساطه قوي يعني ايه؟ احنا هنشرحها بالتفصيل قوي في الاي سي جي بعد كده، وفي الاي سي ال اس كمان بعد كده، ولكن سريعا كده عشان تفهم بس فكره الجهاز. القلب بيتحرك عن طريق الكهرباء، يعني علشان يعمل كونتراكشن لازم يوصل له كهرباء الاول. الكهرباء دي بتجيله من نقطه اسمها الاس اي نود، فالاس اي نود هي اللي بتكهرب القلب فبتخلي القلب يتحرك. ده النورمال ريزم. امتى يبقى في اريزميا؟ لو في كذا نقطه غير الاس اي نود بدات تطلع كهرباء معاها. القلب يا جماعه فيه نظام قيادي، يعني ايه؟ يعني كل القلب ممكن يبقى اس اي نود، كل خلايا القلب ممكن تفاير وتطلع كهرباء. اشمعنى القلب بيستنى كهرباء من الاس اي نود؟ لان هي اسرع واحده. فطول ما النظام ده موجود، طول ما في نورمال ريزم موجود ومفيش اريزميا. النظام ده بيتدمر لما بيكون في نقطه تخرج عن النظام، بيسموها اكتوبيك فوكس، هي اللي تطلع مع الاس اي نود وتعاندها وتطلع اعلى منها كمان. فبالتالي النقطه دي لو بقت كذا نقطه موجوده، وموجوده في الاتريوم او موجوده في الفنتركل وده الاخطر، هنا هيحصل اريزميا. هنا القلب هيستقبل كهرباء زياده. هنا القلب بدل ما كان بيستقبل من الاس اي نود بقى بيستقبل من كذا نقطه وبريت عالي، يعني كهرباء عاليه، يعني اريزميا. طب الكهرباء العاليه دي، طب ما هتحرك القلب زياده، يبقى القلب هيتحرك زياده، يعني كده حلو للمريض؟ لا، الحركه الزياده للقلب تخلي المريض يموت، مش من التعب او حاجه، لا. عايز تتخيل معايا ان ده القلب الطبيعي يعمل دايستول يتملي بالدم، بعدين يعمل سيستول يضخ الدم، يعمل دايستول وسيستول، دايستول وسيستول، ده النورمال ريزم بتاعه. طب دلوقتي لو حصل اريزميا، القلب وصل له كهرباء كتير فهيتحرك كتير، القلب هيعمل ازاي؟ هيعمل بالمنظر ده. هنا القلب اتحرك كتير، ملحقش يعمل دايستول، ملحقش يملى دم علشان يعمل سيستول ويطلعه للبرين، فاتحرك بسرعه قوي فبقى بيتحرك على الفاضي، مفيش دم طالع منه، فمفيش دم وصل البرين، العيان ارستد ووقع منه. طب حلو، علاج الراجل ده ايه؟ نفس اللي بتعمله بالظبط لو الموبايل بتاعك او اللاب بتاعك هنج منك، بتعمل فيه ايه؟ بترستره تاني، يعني بتوقفه وبعدين تشغله يشتغل معاك طبيعي تاني. نفس الكلام احنا بنعمله مع القلب، لو القلب هنج مننا وبقى فيه اريزميا بنوقفه وبنشغله تاني عن طريق ايه؟ عن طريق الدي سي شوك. يبقى جهاز الصدمات ده مش عشان القلب واقف واحنا بنشغله، لا، ده شغال بس بسرعه عاليه جدا، فبنديله صدمه نوقفه بعدين يشتغل طبيعي تاني. دي فايده الدي سي شوك او جهاز الصدمات بشكل عام على حسب اختلاف انواعه بقى، سواء اوتوماتيك او مانوال في المستشفى. فعايز تتخيل بقى الراجل اللي وقع ده وكان وقع عنده كاردياك ارست ووقع نتيجه الاريزميا، لو انت اشتغلت عليه سي بي ار للصبح
مش هيفوق. ليه؟ لان السي بي ار قلت لك بيشتغل لما القلب يكون واقف وانت بتنزل عليه وبتشغل القلب. انما الراجل اللي وقع ده افرض كان وقع نتيجه اريزميا، فانت لو اشتغلت عليه سي بي ار مش هيعمل له حاجه. فالحل هنا ان انا اوصله بجهاز الصدمات واديله شحن. طب انا هعرف منين بقى الراجل اللي وقع ده قدامي وانا في الشارع عنده اريزميا فلازم اديله صدمه، او واقع نتيجه اي حاجه تانية غير الاريزميا والقلب واقف فاشتغل عليه سي بي ار؟ هعرف منين؟ جهاز الصدمات ده بيعمل حاجتين، بيشوف الريزم بتاع القلب، بيشوف هل القلب واقف ولا في اريزميا، وبعد كده بيقول لك تعمل ايه. لو بعد ما وصلت الجهاز ده نطق وقال لك بريس تشوك بوتون، عايز اديله شحنه، تفهم ان الشخص اللي واقع ده عنده اريزميا والجهاز عرف فبيطلب منك تدوس على زرار الشحنه عشان يديله صدمه. ولو الجهاز قال لك كونتينيو سي بي ار، تبقى انت فاهم ان الشخص ده خلاص هو وقع نتيجه اي حاجه تانية غير الاريزميا، فبتكمل سي بي ار زي ما انت. يبقى الجهاز ده مهم جدا، هو اللي هيعرفك الراجل ده واقع بسبب ايه، هل اريزميا ولا اي سبب تاني، فبيخليك تكمل سي بي ار انت ماشي في المكان الصح او انت ماشي في الطريق الصح، او لا استنى الراجل مش محتاج سي بي ار، محتاج تديله دي سي شوك او شحنه الاول بعدين تكمل سي بي ار. عشان كده مهم قوي 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 ان انا مجرد ما بيكون متاح الجهاز الاوتوميتد ده، سواء في الادوات الطوارئ اللي قلت لك عليها في الفيديو الاولاني او لما الاسعاف تيجي ويكون معاها، ضروري اول حاجه حتى وانت بتعمل سي بي ار لازم توصل الجهاز ده الاول. كده انا وصلت لك لحد ما فكره الجهاز، هنخش في تفاصيل اكتر في الفيديو اللي بعد كده. طب هنا بقى اوصل الجهاز ازاي؟ الجهاز ده اول لما بيجي بيكون فيه 2 باتس، بيتركبوا فين بالظبط على حسب كل شركه، ولكن الحاجات اللي دي هي ثابته في كل الاجهزه. انت بتشغل الجهاز عادي وبعدين بتوصل الباتس دي موجوده فين او هتوصلها فين، هو حتى بيكون راسم لك عليه عشان عارف ان انت ممكن تكون مش متخصص فبيسهل لك الامر شويه. اول واحده بتكون رايت تو ستيرنم، سكند انتركوستال سبيس تحت الكلافيكال، دي اول واحده هنا، والثانيه ليفت الستيرنم عند الايبكس. وانت بتوصل الجهاز في واحد تاني شغال سي بي ار ما تخلوش يوقف. احنا قلنا في السي بي ار حاول تقلل المقاطعات. دلوقتي انت بتوصل هنا وبتوصل هنا وانت حاطط السي بي ار هنا، فانت مش متضرر من حاجه. حد جاب الجهاز انت شغال، قاده ووصل الباتس انت برضو شغال سي بي ار ما بتوقفش. بعد ما بتوصل الباتس ممكن الجهاز يشتغل لوحده ويعمل اناليسيز للريزم، او بقى في زرار بتتك عليه اسمه اناليسيز للريزم، يعني بتقول للجهاز انت دلوقتي شايف القلب فحاول تعرف لنا الراجل ده عنده اريزميا ولا القلب واقف. لما بتاسس الريزم او لما الجهاز يعمل اناليسيز للريزم او يقول لك انالايزنج الريزم، انت بتشيل ايدك من على الشيست بتاعه وما بتعملش شيست كومبريشن عشان الجهاز يحاول يلقط الريزم. انت لو بتعمل شيست كومبريشن والجهاز بيعمل اناليسيز الريزم مش هيعرف، فبتشيل ايدك وبتسيبه يعمل اناليسيز الريزم، وبعد كده تستنى او تسمع الجهاز هيقول لك ايه. لو الجهاز قال لك كونتينيو سي بي ار فتفهم ان الراجل ما كده ما عندوش اريزميا، فبتشتغل عادي 5 سايكل او لمده دقيقتين وبعدين تعمل اسسمنت واناليسيز تاني. لو الجهاز قال لك بريس تشوك بوتون، او ساعات في اجهزه بتدي الشحنه لوحدها لو هو محتاج شحنه. المهم لو قال لك بريس تشوك بوتون يبقى انت تبقى فاهم ان الراجل واقع عنده اريزميا، يبقى تخلي بالك ان الكل كلير او بعيد عن المريض عشان لو حد لمسه هيتكهرب معاه، وبعد كده تدوس على زرار التشوك هتلاقي اداله صدمه. بعد ما يديله صدمه انت بتشتغل سي بي ار بعدها عادي لمده 5 سايكل برضو زي ما انت. اوعى توقف سي بي ار بعد ما الجهاز يديله الصدمه، وبتفضل على الحال ده لحد يا اما المريض يرجع معاك او الاسعاف تيجي توديه المستشفى. كده احنا هنا خلصنا البيزك لايف سبورت. كده انت دورك انتهى لحد هنا لو انت خارج المجال الطبي. في الفيديو الجاي بقى ان شاء الله هنعرف المريض ده لما يوصل المستشفى هنعمل معاه ايه هو الاي سي ال اس الجوريزم، يعني ايه تشوكابل ونون تشوكابل ريزم، السايكل في التشوكابل قد ايه وفي النون تشوكابل قد ايه، هل هنفضل شغالين 30 و2 ولا السايكل هتتحول. ان شاء الله ده هنكمله في الفيديو اللي جاي. اسف لو كان الفيديو طويل شويه، بس على قد ما اقدر حاولت الخص الكلام وفي نفس الوقت اديك المعلومه اللي تفهم الحاجات دي بتشتغل ازاي وليه. ما تنساش بقى لو عجبك الفيديو تدوس لايك وسبسكرايب وتستنى باقي سلسله الفيديوهات دي، سلسله مهمه جدا وان شاء الله هنشرح حاجات تانية مهمه بعد كده. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.